كنت واقفة في المطبخ وناديت على بنتي وقلت لها اطفي المكنسة علشان صوت الموتور مش عاجبني، وخرجت في نفس اللحظة وقلت لابني حاضر هخليه يجيب لك اللعبة اللي انت عايزها. وبعدين بصيت لباباهم وقلت له كوباية الشاي هتكون عندك حالا. بنتي سألتني انت ازاي يا ماما قادرة تجمعي كل اسئلتنا وتسمعينا كلنا كده وتردي علينا؟ قلت لها ده وانا بشر ولله المثل الاعلى. ربنا خلق للانسان اذنان قدرتهم محدودة، لو زادت الضوضاء شوية هنتعب ونمرض. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اخدت بالك من الاسمين دول؟ السميع البصير. الله يسمع ويرى بس مش زيك، ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى يسمعك في جوف الليل ويسمع السمكة في قاع البحار والدودة تحت الارض. والاغرب ان انت حتى لو ما اتكلمتش ربنا هيسمع اللي في قلبك وهيكون اعلم بيه.